مصطفى احمد كوشك ده، وهو نفس سياسه معيط اللي مشي. جايبين الراجل اللي هو كان النائب بتاعه، حطوه وزير مكانه عشان هيمشي على نفس السياسه، بخلاف ان هو كمان طلعت مصطفى ده تقريبا يعني هشام طلعت مصطفى اللي هو دلوقتي يعتبر من اكبر رجال الاعمال في مصر، هو عضو عنده في المجموعه بتاعته، يعني الراجل يعتبر هشام طلعت ده الراجل الرئيس بتاعه، بخلاف ان هشام طلعت ده اساسا هو كمان واخد قروض يعني بالمليارات من مصر، وبيعمل مشاريع هنا، يعني زي ما تقول ايه بقى، انا شغال هو شغال عنده وده بياخد قروض فزادهم في دقيقهم، فمن الاخر يعني ممكن يبقى هشام طلعت هو وزير الماليه. اعتبروا كده ان هشام طلعت، انا مش هكمل بقى في احمد كوشك ده، هو كده خلاص الموضوع انتهى، يعني هشام طلعت اعتبروه بعد كده هيبقى هو وزير الماليه مش احمد كوشك. احمد كوشك ده هو اللي هو راجل بيمتهن الاعمال حره بره في الشارع، جايبينه طبعا ده مخالف لمواد الدستور كلها. وقع مع عقد ضخم اللي هو مين بقى؟ هشام طلعت لسه موقع قبل بعده ايام، يعني لسه في غضون اسبوع 10 ايام 15 يوم عامل عقد ضخم مع الحكومه في مشروع بالساحل الساحل الشمالي. هشام طلعت ده عمل عقد، لسه بقول لكم مشروع كبير جدا عامله في الساحل الشمالي، وعمل عقد مع الحكومه بيقول لك في خلال 48 ساعه لما 15 مليار. يا سلام، ايه الكلام الجميل ده؟ ما يجعل تعيينه في هذا المنصب العام تضاربا كبيرا في المصالح، فضلا عن الاستمرار في سياسات معية الاقتصاديه، الكلام اللي انا قلته لكم. طبعا اشرف صبحي اللي هو وزير الشباب والرياضه اللي تم تجديد الثقه فيه، بتاع السهرات الحمراء وبتاع الكوبايه وبتاع الفخفخينه ده، طبعا لازم ده مستمر، ده هو كده كده الراجل ده بينفذ كل تعليماتنا بحذافيرها، وراجل 100 100، هو احنا عايزينه كده، هو لازم يبقى كده، ما بقاش معناش عايزين حد محترم، لازم يبقى كله كده. تعال نبص بعد كده في ايه تاني، تعالوا بقى شوفوا الكارثه الكبرى مين هو. يا سلام، تعالوا بقى شوفوا وزير التعليم. وزير التعليم ده مين بقى؟ ده شوف البلوى السوداء بقى. وزير التعليم متهم في قضايا تزوير، راجل ما خدش الثانويه العامه، يعني وزير التعليم اللي تم تعيينه في حكومه مدبولي، يا ناس فوقه بقى والله العظيم ثلاثه، احنا في عصابه واقسم بالله عصابه، جايبين وزير تعليم لم يحصل على الثانويه العامه، برضه مش انا اللي بقول اهو. اتهامات تلاحق وزير التعليم العالي محمد عبد اللطيف، تزوير شهاده الدكتوراه من جامعه وهميه في امريكا، راح البيه هناك دخل على موقع جامعه وهميه، الجامعه الوهميه دي هقول لك اسمها ايه، ووزاره هقول لك انا الجامعه دي اسمها ايه، ثانيه واحده برضو عشان يبقى الكلام شهاده جامعه وهميه في امريكا فضلا عن كشف هقول لك انا ثانيه واحده، هقول لك هي دلوقتي مش ظاهر الاسم معايا، بس هي خلي بالكم الجامعه دي ثانيه واحده عامة انا كده هجيب لك الاسم، بس هو بيقول لك من جامعه وهميه في امريكا فضلا عن كشف البعض لواقع تهريبه من المجر بعد اكتشاف جامعه سجد الطبيه تزوير شهاده الثانويه العامه في جامعه هناك، كان راح يجيب هو بيحصل على درجه علميه من الدكتوراه، ده غير بقى قصه امريكا دي، ده حاجه ثانيه دي. في جامعه اسمها جامعه سجد الطبيه اكتشفوا ان هو مزور شهاده الثانويه العامه بتاعته، هرب من المجر وزور شهاده، هو ما عرفش راح المجر عشان ياخد شهاده الدكتوراه، فهو ما عرفش ياخد شهاده الدكتوراه، يعني هو محمد عبد اللطيف ده الوزير بتاعنا يا رجاله، محمد عبد اللطيف ده دلوقتي ده وزير التعليم، عارفين يعني ايه وزير التعليم؟ راح المجر عشان ياخد درجه الدكتوراه، اكتشف ان هو ما حصلش على الثانويه العامه اساسا، فهو كان هيقبضوا عليه هناك، لان طبعا عندهم قوانين غير قوانيننا، فهو اضطر انه يهرب من المجر وخد بعضه لحد ما لقى الجامعه، قلت لكم اللي هي الجامعه دي انا بدور على اسمها هو والله، الجامعه ايوه اهي كارديف سيتي، جامعه اسمها وهميه كان اسمها كارديف سيتي، لقى الجامعه الوهميه دي دخل ورساله الدكتوراه دي خدها ب 10000 دولار اهي. امريكا وفقا لاسم الجامعه وموقعها الالكتروني فهي جامعه وهميه تمنح اوراقا وشهادات وهميه لا يوجد لها حرم جامعي ايضا، يعني كلها وهم في وهم،
يعني كلها فاهم. ادي الباشا اللي هو عامل نفسه وزير تعليم دلوقتي، لا ثانويه عامه خدها وخد الدكتوراه خدها تعتبر وهميه. طب تعالوا بعد كده بقى انا عايز اسال سؤال، يعني طب هو لما خد الدكتوراه وهميه والكلام ده كله، طب يعني تم تعيينه، ايه هو المعيار عشان يتم تعيينه؟ عرفتوا بقى ان احنا قمه الفساد، عرفتوا بقى ان احنا قمه الانهيار، عرفتوا بقى ان احنا قمه قله الادب اللي موجوده عندنا. ها عرفتوا بقى ان تدمير طبقه العلم والعلماء والمثقفين. عرفتوا بقى ان احنا عصابه بتدمر وبتقضي لما يكون الراجل المتعلم والراجل الكفاءه بيلاقي الفشله اللي بيقعدوا وزراء. تخيلوا انت بتعمل ايه في المجتمع المصري، تخيلوا انتوا بتوصلوا مصر لايه. ده انتوا عايزين مصر تولع، والله العظيم ده انتوا عايزين البلد، ده انتوا عايزين، ده انتوا دمرتوا نفسيه الشعب المصري، اقسم بالله دمرتوها. عرفتوا لان ما يعملش كده الا عصابه فعلا، عصابه لها من الاركان ولها من القواعد ولها من الضوابط واختياراتها، عارفه هي بتعمل ايه. لازم تقلب المفاهيم كلها اللي موجوده في الشعب المصري، لازم تثبت للشعب كله وتثبت للناس الطبقه الغلبانه، مش الطبقه الرقاصين والبلطجيه والصيع، الطبقه الغلبانه البسيطه، الطبقه الكادحه. لازم تقلب المفاهيم كلها، لازم وهي قادره تنجح لكده، لان مش قادره، لان مش لاقي حد يقف بالعلم والعلماء. فين اهل العلم والعلماء يطلعوا؟ احنا مش فالحين بس، شفت البلد متباعه في كل حاجه، البلد كلها بيمثل مصر شويه مزور. اللي بيمثلوا مصر الحكومه، ايه هي؟ حكومه المزور والفساد المالي، وحكومه الفساد المالي منهم المزور ومنهم الفساد المالي والاخلاقي ومنهم اللص السارق. ادي ايه الحكومه اهي، مش انا اللي بقول الكلام ده، الكلام ده هو الرقابه الاداريه اللي كانت ثابته ونشره في جريده الوفد واتقال على صفحات التواصل الاجتماعي، واللي طلعوه اصحابهم واهلهم. ادي اهو، ومنها اللي مين بقى، ومنها اللي هو شغال برضه من الحكومه، ومنها بقى اللي شغال في القطاع الخاص بره، يعتبر شغال عند راجل من رجال الاعمال اللي هم ناهبين مصر. يعني اصبح الراجل اللي ناهب مصر ده هو اللي هيمثل وزاره الماليه. صدق